بيبدأ فيلم النهارده بواحدة واقفة في المراية وكان باين عليها انها متضايقة، وبيظهر صوت بيقول لها صباح الخير، وسألته ليه سابها نايمة كل ده، فبيعرفها انها كانت شكلها تعبان وبتقول كلام مش مفهوم وهي نايمة. وكان بيقرا في الجورنال وكان الخبر بيقول ان ثانوية فيفيكا هي حاملة اللقب في دوري المدارس، وكانت هي مدرسة التربية الرياضية بتاعة المدرسة. وبيبص على ودنها وبيسألها عن الحلق وكانت على طول بتضيعه، وبيقول لها ان السنة دي لازم يقدموا قرابين في المعبد، وانه لو عمل كده اكيد امنيتهم هتتحقق. وبيعرفها ان ابن عمه قعد فترة كبيرة مش لاقي عروسة، وبعد ما راح المعبد اتجوز خلال شهر وخلف كمان. وبنعرف ان هي وجوزها بقالهم فتره متجوزين ومفيش خلفه، وكان باين عليها قوي انها متضايقه من حاجه. وبيجي له تليفون من الشغل وبيقول لهم ان هو في الطريق، وبيخرج عشان يروح على شغله. وبتروح وبتقف في المرايه وكانت حزينه، وبتقلع التيشيرت وبتبص جامد على جسمها من فوق لتحت، واكيد في حاجه غامضه. وبنروح لجوزها في الشغل وكان بيتكلم مع زميله عن معالج سمع عنه عشان موضوع الخلفه، وان كل الدكاتره قالوا ان مفيش مانع. وبيرد عليه ان هو بقاله 4 سنين متجوز وانه صبر عليها. وبيدخل عليهم شرطي وبيسأل عن بنت اسمها نيسو موجودة عندهم، وبيقول زوجة ان دي الضحية وموجودة في القسم سي. وبياخدهم وبيروح بيهم عند البنت، وكان ابوها وامها موجودين والشرطي بيقرا المحضر. بيقول بلاغ متقدم ضد مدى ألدا مشرف مبنى وعنده 55 سنة، حاول يقرب من نيسو في غرفة المولد الكهربائي، قرب منها وحاول يحضنها والبنت خافت وسكتت، وكانت امها بتقول له ارجوك خلاص. فبيقول الضابط انه لو الموضوع ده اتعرف حياة البنت هتتدمر، نيابة ومحكمة والكل هيسمع. فبتقول الست لجوزها يسمع كلام السيد ويتنازل عن المحضر، وكان ابو البنت هيموت من الزعل وقال له الضابط يمضي على التنازل. وبيقول للبنت انها هتنسى لما تكبر. وكان سوجت واقف بره وسامع كل حاجه، فبيقول له الضابط تعالى معايا، وبيخاف وبيقول له ان هو ما سمعش حاجه. وبتروح دفك على ملعب المدرسه، وبيسالها فرد الامن كملها امبارح وان شكلها كان تعبان، فبتساله هو شافها امبارح وبيقول لها ان هو اللي فتح لها الباب. وبتدخل صاله الالعاب وكان باين عليها التوتر، وكانت بتتمشى وساكته ومش عارفين ايه الموضوع. وابتدت تدور في الارض لحد ما لقت فردة الحلق بتاعتها، وبتلبس الحلق وبتدخل عليها مدرسة زميلتها، وبتسألها ايه اللي جابها بعد ما تعبت في ال4 ايام اللي قبل الماتش، وانها كانت المفروض تاخد اجازة وتستريح. وبتعرفها انهم اختاروا ال12 طالب بتوعها كلهم، واكيد هتاخد المدرسة المثالية. وكانت ديفيكا ساكتة خالص وما بتتكلمش، ولما سألتها ساكتة ليه جاوبت انها مش مستريحة. وبيخرجوا على بره وكان سوجت مستنيها، وبتركب معاه وبيسلموا على زميلتها وبيمشوا. وكانوا في طريقهم على جزيرة كاليانا اللي فيها المعبد، وعلى الجزيرة وكان في مؤتمر سياسي، وبتظهر الزعيمة كالياني وبيرحبوا بيها. ولما اخدت الكلمة قالت ان احنا قدام كارثة كبيرة، الشعوب بتنهض بالثورات، لو فضلنا زي ما احنا البحر هيغرق الجزيرة بتاعتنا، لازم نحتاج وما نخافش من الفيضانات، لازم الحكومة بتاعتنا تحس بينا. وبيوصلوا عند كالياني وبيقعدوا معاها وكانوا مبسوطين. وبنعرف ان كالياني ام سوجة جوزها، وبالليل بيروحوا على المعبد وبيقدموا القرابين، والصبح بيطلعوا يتمشوا على البحر، وكانت بتحب جوزها قوي. وبعد كام يوم بيروحوا وكانت عاملة اختبار حمل، والمؤشر بيدي ايجابي، وبنلاحظ انها مصدومة ومش فرحانة. وتاني يوم وكانت عملت تحاليل، وبتدخل عليها صاحبتها وبتسألها عن النتيجة. ولما شافت النتيجة باركت لها وقالت لها انها صبرت كتير وهتتصل بسوجة تفرحه. وساعتها بتقول لها ديفيكا لا، فقالت لها ان احنا قلنا ننسى الموضوع ده. فبترد عليها انها حاولت كتير بس مش قادرة، وازاي تبقى سعيدة وهي بتتحرق من جواها. وعرفتها انها لازم تنزل الطفل ده، وبتترجاها تفضل جنبها وما تسيبهاش. ولما بيدخل الليل كانت ماسكة الموبايل وبيدخل عليها سوجت، ولما سألها بتعمل ايه قالت له انها بتظبط التليفون وانه يدخل ينام هو. فبيعرفها انه حاسس انها متلخبطة، وبيطلب منها انها تروح تعمل تحاليل وانه عنده امل كبير انها تحمل. وبيسيبها وبيدخل، وبتعمل بحث على جوجل باسم فيديو المدرسة الفاضح، لكنها ما بتلاقيش حاجة. وبيقول لها سوجت كفاية كده وانها تدخل تنام. وتاني يوم وصاحبتها بتقول لها ان الكاميرات كانت عطلانة وما كانتش شغالة، وان كده محدش شاف حاجة والموضوع عدى عليه اكتر من شهر، وان لو في اي فيديوهات كانت ظهرت. وبنروح عند سوجت وكان معاه صاحبه كيفن عنده في البيت، وكانوا بيحضروا اكل. وكان بيقول كيفن ان الستات لازم يسمعوا كلام الرجاله وما يتعمل لهمش حساب، لكن سوجت عرفه انه ما بيحبش يزعل مراته وبيخاف على شعورها. وبيرن تليفون كيفن وكان مصاحب ممرضه على مراته. وبيطلع سوجت على بره يجيب السجاير، وهو بيدور عليها بيلاقي نتيجه التحاليل، وبيفتحها وبيقراها وعرف ان مراته حامل، وكان فرحان ومش مصدق. وبيدخل جري عند كيفن وبيعرفه ان ديفيكا حامل. وبالليل وكانت مراته رجعت وما كانش على بعضه، وبيسألها لو عايزة تقوله على حاجة وبتقوله لأ، لكنه كان مصمم ان في حاجة، فبتقوله ينام وانها عندها صداع. فبيسكت وكان مستغرب بس قال لنفسه اكيد عاملها لي مفاجأة. وتاني يوم وكانت قاعدة على التليفون وبتلاقي دعوة فرح، فبتقول لسوجت ان امها تعبانة وهتسافر لها بكرة. ولما قال لها ان هو هيروح معاها قالت له لأ ويخليه هو عشان شغله. وبتكلم اختها دانيا وبتعرفها انها جاية لهم بكرة، وطبعا امها ما كانتش تعبانة ولا حاجة. وتاني يوم وكانت وصلت على مكان، وكانت بتسأل على بيت سنديب اللي فيه الفرح، وده كان فرح اخوه اكيل. ولما وصلت عند سنديب اول ما شافها ارتبك، وبتقوله انها كانت عند واحده صاحبتها، ولما عرفت ان هو عنده فرح جت عشان تبارك. وبتساله عن اصحابه، وبنعرف ان سنديب كان من الفريق اللي بيلعب قدام فريق مدرستها، وبيقول لها ان محدش منهم جه، وبيطلب منها تروح تسلم على اخوه.
وانه هيروح يجيب حاجه وهي تدخل. ولما دخلت عنده لقيته بيتصور، فبتخرج تقف بره وبتوصل عندها اخت العريس وبتقول لها عايزاها على جنب يتكلموا. ولما سالتها هي مين قالت لها انها مدرسه سنديب، فبترد عليها انها كدابه وان هي عارفه مدرسين اخوها، وبتشد منها الشنطه وبتسالها مخبيه ايه. رينو هي اللي بعتكي تبوظي الفرح. وبيوصل سنديب وبيعرفها انها مدرسه في المدرسه اللي كانوا بيلعبوا قصادها وانها جايه بس عشان تبارك. وهنا بيسمعوا صوت اكيل والكل بيجري على جوه. وبالفعل رينو خطيبته القديمه بعتت حد رمى ماده على وشه، وبيروحوا على المستشفى وبتروح وراهم. وبتتصل بيها اختها وقالت لها انها قربت توصل. وبتوصل عندها اخت العريس وبتتاسف لها على سوء التفاهم. وبيوصل سنديب وبيعرفها ان الوقت اتاخر وانه لازم يوصلها، وبتمشي معاه عشان يوصلها محطه الاتوبيس. وفي الطريق بتقوله ان يوم الماتش ما صوروش صور كتير، وعشان كده حفظت الصور اللي هو نزلها على الفيس. وبتساله تاني عن صحابه، فبيتنرفز وبيستغرب هي ليه بتسال كتير عن صحابه وان الدراسه خلاص خلصت. وبيكلمها سوجت يطمن عليها وبتقوله انها مع اختها. وبياخد باله الولد انها بتكذب وبيشك ان في حاجه. ولما دخلوا على المحطه بتقوله يستناها تشوف اتوبيسات طالعه دلوقتي ولا لا. وبتنزل وبتسيب الشنطه بتاعتها معاه، وبتدخل المحطه وما سالتش على الاتوبيس، وكانت متوتره جدا ومش فاهمين في ايه. وبتدخل محل عصير وبتقعد، وشكلها كده زي ما تكون بتضيع وقت. وبعد شويه بتروح له وبتعرفه ان في اتوبيس هيطلع دلوقتي، وبتاخد شنطتها وبتشكره. وبتطلع الاتوبيس وبتفتح الشنطه، وبنعرف انها كانت سايبه التليفون يسجل. وبتحط السماعات في ودنها وقالت يا رب اللي في بالي ما يطلعش صح. وشغلت التسجيل وابتدت تسمع صوت سنديب وبيقول شكلنا كده اتكشفنا، دي سالت عليكم 3 مرات، جت بنفسها تدور علينا، انا مش هروح السجن بسبب اللي انتوا عملتوه، انا ماليش دعوه. صاحبه بيقول له المخدر اللي انا حطيته لها نوعه قوي، مش هتبقى فاكره اي حاجه ومش هيبان اثره في التحاليل. وبعدين ما تخافش انا معايا الصور والفيديوهات اللي احنا صورناها، مش هتعرف تعمل اي حاجه. بتعيط وفهمت كل حاجه وازاي هي بقت حامل، وازاي الاولاد دول اعتدوا عليها من غير ما تحس. وبتعمل بحث على الفيس وبتجيب صورهم الشخصيه وعناوينهم. ولما بتوصل على بيت اهلها بتحكي لاختها دانيا على كل حاجه، وما كانتش اختها عايزه تصدق اللي حصل فيها. وبياخد سوجة التحاليل وبيروح عند الدكتوره. ولما سالته ايه اللي يخليه ينزل الطفل بيتفاجئ، وبيقول لها طفل ايه اللي ينزله. وعرفها ان ديفيكا اصلا ما تعرفش ان هو عارف انها حامل، وانه كان فاكرها عامله له مفاجاه. فبتعرفه انها جات لها واتفقت معاه على ميعاد تنزل فيه الطفل. وكانت مستغربه هي ازاي 4 سنين بتتعالج عشان تخلفه ودلوقتي عايزه تنزله. وبتقول له يروح يتكلم مع مراته. وبنروح عند ديفيكا وكانت نزلت على مكان، وبتوصل على بيت صغير وكان في مزرعه. وبيوصل عندها ناس ومعاهم صندوق فيه متفجرات. ولما اتفتح الصندوق بتبص عليه وبتفتكر وهي صغيره مع ابوها، وكانت بتتفرج على تفجير الجبل وفتح الطرق. وبيوصل عندها واحد صاحب ابوها، وبيقوموا يتمشوا وكان بيكلمها وما بتردش. وبيسالها لو عندها مشكله فبتعيط في حضنه، وبتحكي له على كل اللي حصل. وابتدت الايام تعدي وهي عند اهلها، وكان كل ما سوجت بيتصل بيها ما كانتش بترد عليه. وبعد كام يوم وبترجع البيت وكانت تعبانه ودخل عليها سوجت، وكانت قررت ترجع بالذاكره وتحكي له على اللي حصل بعد الماتش. كانت في المدرسه بتقفل الفصول والامن والكل كان ماشي، وبتسمع صوت جوه الصاله وبتروح تشوف فيه ايه. ولما دخلت كان في طلاب هناك وبيهزروا مع بعض، فبتقول لهم ان الماتش خلاص خلص وليه هم ما روحوش. وده كان سنديب وزمايله التانيين، فبيقولوا لها انهم خلاص كانوا ماشيين. وبيديها واحد حاجه حلوه بمناسبه الفوز، وبيقول لها ان هو معمول في البيت ونضيف. وابتدوا يتكلموا معاها ويضيعوا وقت. وبياخد الولد التليفون منها وابتدوا يحدفوه لبعض، وكانت بتقول لهم ان كده غلط وكفايه. وابتدى مفعول المخدر يشتغل، وبتدوخ وبتقع على الارض، وبيتلموا حواليها. ودي كانت اخر حاجه فاكراها. وكانت سامعه واحد منهم بيقول وقعت في الفخ، ودي طلعت مثيره جدا. وبتفوق وكانت لوحدها وجسمها كله بيوجعها، مش فاهمه حاجه ومش فاكره حاجه، وقامت ومشيت. وبيفتح لها الامن الباب وكان مستغرب. وبتطلع من المدرسه وبتكمل وماشيه وبتفكر. وبكده حكت لسوجت على كل حاجه. ولما جت تمسك ايده زقها، وقام متنرفز وبيشتمها، وقال لها ان اللي في بطنها مش ابنه عشان كده عايزه تتخلص منه. وبيدخل اوضته وبيقفل على نفسه وبيعيط. وتاني يوم بيروح الشغل وبيحكي لصاحبه عن اللي حصل، فبيقول له ان هو حذره ان هو سايبها ماشيه بمزاجها وبتشتغل، وان محدش هيصدق ان الطلاب هم اللي عملوا فيها كده. وطلب منه انها تنزله قبل ما حد يعرف. وبياخد صاحبه وبيروح على البيت عشان عايزه يتكلم معاها. ولما دخل كانت امه هناك، فبياخدها وبيدخل بيها على جوه عشان كيفن يتكلم مع ديفيكا. ولما قعد معاها عرفها ان سوجت حكى له على كل حاجه، وقال لها ان هي غلطانه وكان المفروض تاخد حذرها، وان اهم حاجه شرف العيله. وهنا بتطرده ديفيكا وبتقول له يطلع بره. وبتروح عليها كلاني وبتطلب منها تفهمها في ايه. وكان سوجت بيجري ورا كيفن وقال له اياك تتكلم معايا تاني وانا غلطان، وبيسيبه وبيمشي. ولما رجع على البيت قالت له لو هيبعت حد تاني يتكلم معاها يبقى يعرفها عشان تستعد، وان هو جوزها مش كيفن. وبتعرفه انها هتقدم شكوى وانه لازم يروح معاها على القسم. وتاني يوم الصبح وبيروحوا على القسم وبينزلوا وكانوا داخلين، وبيقول لها ان هو افتكر حاجه هيقولها لها، واقترح عليها ينزلوا اللي في بطنها ويسيبوا البلد، وانه عارف الشرطه هتعمل ايه. وطبعا افتكر اللي حصل مع البنت الصغيره في الاول، فبتزقه وبتسيبه وبتمشي. وبينده عليها وما بتردش. وبالليل كانت مع حماتها وبتقول لها ان الشرطه مش هتجيب لها حقها وهي عارفه، وطلبت منها تخليها على قرارها وانها بنتها ومش هتسيبها. والصبح بيقوم يدور على ديفيكا في البيت وما كانتش موجوده. ولما سال امه قالت له انها راحت لحال سبيلها، وان هي اللي قالت لها تمشي.
فبيقول لها ليه كده وانها ما تعرفش حاجه. فردت عليه ان ديفيكا حكت لها عن كل اللي حصل، وبيصمم على رايه انها ما تقدمش شكوى. فقالت له ان هو ملوش لازمه، خدروها واعتدوا عليها غصب عنها، وانه ازاي جايب الغلط عليها. وقالت له ان هو مش ابنها وما يدخلش الجزيره عندها تاني. وفي المستشفى وكانت ديفيكا بتمضي على الاوراق، وبيتصل سوجت وبترد امها وقالت له انها داخله العمليه. وفي الشغل عند سوجت وبيتفاجئ ان زميله عارف الموضوع، وبكده كيفن بيحكي لزمايله. فبيروح عليه وبيجري وراه وبيجري منه، وبيمسكه وبينزل فيه ضرب، وبيقول له ان هو امنه على سره وان مراته ما عملتش حاجه وكانت في شغلها. وفي القريه وكان في واحد اسمه اجمال كان بيسال على ديفيكا، وبيدخل عندها وبيقول لها انها ما جاتش ولا مره عندهم من يوم ما وصلت، وانه عارف انها زعلانه من ابوه، بس هو عمل حاجات كتير غلط عشان يقف جنب ناس تانية. وقع في طريق القتل والفوضى بس كان بينقذ ناس كتير. وعرفها ان هو كان بيحبها وقبل ما يموت كان سايب لها امانه. وبتمسك الكيس وبتفتحه وبتتاثر جدا، وبتقول له يخلي باله من نفسه ويرجع من الطريق ده. وبتروح عليها دانيا وبتعرفها ان في رقم غريب اتصل عليها كتير. فبترد وواحد قال لها موجود في كوتش، وبيظهر ولد من اللي كانوا في المدرسه. وبتظهر ديفيكا وبتنادي عليه، فبيتخض وبيسالها جايه ليه. فبتقول له انها عندها معسكر وبتطلب منه رقمه، وقالت له لما يبقى فاضي يتقابلوا. فبيقول لها تمام وبياخد رقمها، وكان باين عليها طبعا انها بتشتغله. وبتسيبه وبتمشي وبيدخل عليها واحد وبيقول لها هو زي ما قلتلك، والكرة دلوقتي بقت في ملعبي. وبنعرف انه كان تبع كلياني حماتها. وبنشوف الولد مع صاحبته وبتبعت له ديفيكا رساله، وكانت بتساله هم هيتقابلوا بكره فين. وكان سوجت بيتصل بيها كتير واخيرا ردت عليه، وكان بيحاول يتاسف لها وبتقول له انها هتكلمه بعدين وبتقفل. وبتاخد ميعاد مع نافين وكانت رايحه له والمساعد معاها. وبيظهر ظابط زميله وبيروح له، وبيرجع وقال لها تسبقه وهو هيروح وراها. وبتخاف وبتقول له متاكد انها تروح لوحدها، فبيطمنها ان هو مجرد طفل بالنسبه له وما تخافش. وبيركب مع الظابط وبيمشي، وبيروح سوجت عند امه وما كانتش عايزه تكلمه، وبيشدها وبتضربه بالقلم على وشه. فبيعيط وبتاخده في حضنها. وبنروح على ديفيكا وكانت وصلت على النزل اللي فيه الميعاد، ولما دخلت بيسالها لو جايه تقابل نافين، واخدها عشان يوريها الاوضه بتاعته. وبيوصلها عند الاوضه وبيقف يبص عليها، وبتخبط وبيفتح نافين وبتدخل. فبيطمنها ان المكان امن وما تخافش. ولما قرب منها قالت له انها عايزه تدخل الحمام الاول، وبتدخل وبتتصل على المساعد وما بيردش. فبتتشجع وبتطلع ونافين مش باين، وبيظهر من وراها وبيقول لها يلا، وبيقرب منها وبيضربها بالقلم على وشها. وفي ثواني كان باقي العصابه وصلوا، وبيقول لها واحد منهم فاكره انك هتجيبيه هنا لوحده وتنتقمي منه، احنا كنا عارفين كل حاجه. وبيقول سنديب كفايه وانه هيشرح لها الموضوع، وعرفها انهم هيمسحوا الفيديوهات والقصه تخلص وكأن مفيش حاجه حصلت. وبيوريها ان هم مسحوا الفيديوهات، وبيكسر كارت الميموري وبيحطه في ايديها، وبيحذرها نافين ان هو يشوفها تاني. وبتاخد شنطتها وبدل ما تطلع من الباب بتقفله، وبتقفل الترباس. وبيروح عليها وبتضربه في وشه التاني والتالت، ومدوره فيهم الضرب ومروقه عليهم كلهم بالدور، لكنهم بيقدروا يتلموا عليها وبيمسكوها. وبتستعيد قوتها وبتضربهم تاني، وبتطلع منشاكو من الشنطه وبتفتكر المعلم بتاعها اللي كان بيدربها، واللي كان سايب لها المنشاكو مع ابنه اجمال، وده قبل ما الشرطه تطرده وتموته. وابتدت تعمل حركات وكانوا امولها تاني، ورجعت تضرب فيهم بس المره دي الضرب كان جامد قوي. فبيفتحوا الباب وبيطلعوا جري وبيوقفهم المساعد، وبيقول لهم ان الدرس لسه ما انتهاش. وبيسمع موظف الفندق صوت الضرب وبيتصل بالشرطه، فبيبص له الظابط وبيقول له ان هو شرطي ويروح ويقفل الباب. وكانوا بيحاولوا يهربوا من المساعد لكنه كمل عليهم ضرب، وبيكومهم على بعض بره، وديفيكا جوه وبتربط نافين، وبتطلع وبتقول له يروق عليه زي ما اتفقوا. وبيتقفل الباب ونافين بيصوت وبيقول مش هعمل كده تاني، وبيحطوا له بعدها الديناميت وقرروا يقتلوه عشان يبقى عبره لزمايله. من دلوقتي هتعيشوا في خوف وعمركم ما هتنسوا الدرس ابدا. وكان نافين نايم ومربوط والديناميت فوقه والشعله خلاص، وكان المساعد مستني يسمع صوت التفجير بس ما حصلش. وهنا بتقول له ديفيكا انها هتفهمه، وبيطلعوا مع بعض وفتح لهم الضابط وبيمشوا. وبعد كام اسبوع وكانت مع سوجت وبيقول لها القرار قرارك، وبتقول له ان هو اتغير كتير وما كانش جنبها وهي محتاجه له. فبيقول لها ان هو خلاص هيصلح غلطته، فردت عليه تعيش لوحدك احسن ما تعيش تسمع كلام واحد تاني. وبيطلب منها فرصه تانيه وبترفض، وعرفته ان الطفل لسه في بطنها. وبكده خلص الفيلم. سجل الفيديو ده احمد فؤاد، وكتبه محمد عباس، ومنتجه الفنان فارس احمد فؤاد.